السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. اموركم طيبه. مرحبا بكم فيديو جديد، وصفه جديده من وصفات ام عمران. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم السفنج المغربي. ومن لا يعرف السفنج الشهير اكيد ما غاديش نوجدوه دائما، ولكن اذا بغيتي توجد شي حاجه اللي نقيقيه في الدار وبنين مقرمش واحسن من ديال برا، خصوصا الناس اللي بعاد عليهم موالين السفنج، فهاد الوصفه جدا ناجحه ومضبوطه، مقادير اكزاكت، يعني كيفاش تخرج لكم هاد السفنج بنتيجه ولا اروع. فخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. انا هنا شاركت معكم كميه قليله هكا باش اللي تشهاه ينوض يوجدو، ما غاديش يلقى صعوبه. اكيد نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبداو مباشره في المقادير. عندي 3 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الدقيق الفورس او الدقيق الابيض، ما يعادل واحد 300 غرام، اولا 3 الكيسان كيف ما موضح معكم في الفيديو. غادي نغربل الدقيق ضروري ولا بد. نضيف الملح حسب الذوق، انا درت هنا معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف معلقه ونص، معلقه صغيره ونص ديال الخميره حبيبات او الخميره ديال الخبز. هاد المعلقه الصغيره ديال القهوه، يعني اصغر معلقه عليها عملت معلقه ونص. اذا كان الجو سخون عملوا غير معلقه صغيره في هاد 3 الكيسان. اذا كان الجو بارد كما انا عندي دابا الجو بارد، عليها استعملت معلقه ونص. لا داعي انكم تعملوا معلقه كبيره في 3 الكيسان ولا في 300 غرام. طبعا اذا زديتوا الكميه ممكن تزيدوا الكميه ديال الخميره. ما غاديش نضيف السكر، وانما غادي نضيف هاد الفته اللي كتشوفوا ديال الكركم او الخرقوم البلدي. ما كيعطيش بتاتا يعني الطعم شويه بزاف، ماشي غرام، اقل بغرام، يكون عشر في الغرام، يعني شويه كيف شفتوا. وغادي نخلطوا في وسط الدقيق. علاش عملت هاد الخرقوم؟ على حسب اللون، باش ملي كيتحمر بحال عملتو السكر كيتحمر، وكذلك كيعطي واحد اللون في العجين، بحال مصايبين السفنج ديالنا بالفينو، وحنا مصايبينه غير بالفرص، يعني بدقيق القمح الرطب. هنا بالنسبه للماء غادي نحتاج ماء دافئ. ضفت الكاس الاول، غادي نضيف ربع كاس. انا هاد الدقيق عارفه يعني شحال كيتشرب، ما كيتشربش بزاف. ضفت كاس الاول، ضفت معاه ربع كاس. غادي نبدا نخلط، ومن بعد غادي نشوف بلي باقي خصني شويه د الماء، غادي نزيد ربع كاس. يعني 3 د الكيسان استعملت فيهم 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، استعملت فيهم كاس ونصف ديال الماء اللي يكون دافي، ما يكونش بارد حيت الجو بارد. الا كان الصيف ممكن نستعملوا الماء بحراره الغرفه، اما في البرد وفي الشتاء ضروري ندفيو الماء باش هكا تفاعلنا الخميره ويخمر العجين. من اسرار ديال السفنج هو انه يخمر على خاطرو، يخمر مده كافيه. فنخليوه ساعتين 3 ساعات. من الافضل اذا كنا غادي نتناولوه العشيه نوجدوه الصباح ونخليوه نهار كامل يخمر. كيف ما ممكن نوجدوه في الليل، نعجنوه نخلطوه ونعجنوه في الليل ونعملوه في الثلاجه حتى الصباح عاد نطيبوه للناس اللي كيعجبهم هكا السفنج في الفطور. كيف كتشوفوا صافي هنايا كنوريكم بلا صافي ما غاديش نزيد الماء. غادي نحيد هذاك الكاس باش ناخذ راحتي في الخدمه ديال هذا العجين، وهذه هي الطريقه باش كنخدموا بها العجينه ديال السفنج. يعني كناخذوا العجين وكنبقاو نخبطوها مع القصريه ولا البانيو ولا البول اللي كنخدموا فيها، بهذه الطريقه اللي موضحه امامكم في الفيديو. انا تعمدت ما نقطعش معكم المراحل بزاف. كاين بعض المقاطع اللي مسرعين هاد العمليه ولا في القلي، ولا يعني كنسرع الفيديو وما كنقطعش مقاطع، يعني كنحيدهم تماما باش كتشوفوا كل شيء ولو بسرعه. كنستمر بهذه الطريقه، كنخبط في العجينه المده ديال 5 دقائق. من بعد كنخلي العجينه ترتاح مده ديال 5 دقائق او 3 دقائق. انا هنا خليتها 3 دقائق فقط من بعد ما خدمتها. المهم بقيت كنخدم فيها حتى وصل الفيديو 5 دقائق، حبست خليتها ترتاح، غسلت يدي وخليتها ترتاح المده ديال 3 دقائق، ومن بعد رجعت كملت للدليك. في هذا الاثناء كتلاحظوا بلا كترجع السطح ديال العجينه املس. اذا كتشوفوها كتلصق لكم في يدكم فضروري تلصق لكم في اليد. هاد العجينه السفنج هيدا خاصها تكون، يعني خاصها تكون انت كتخدم فيها وهي كتلصق لك في يدك وفي صبعانك. كيف كتشوفوا هنا انا غير اليد اللي شاده به البول باش ما يبقاش يتزعزع، حتى هو كنلصق فيه العجينه. هذا هو القوام اللي كنقول لكم. شفتوا كيفاش كيبدا يبان معكم السطح ديال العجينه املس.
فكتبغي شويه الخدمه. اذا عندكم العجانه ممكن تستعينوا بها، واذا غير بيدكم انا قلت لكم 5 دقائق وكتخليوها ترتاح واحد 2 دقائق حتى ل3، كترجعوا كتخدموها 5 دقائق اخرى، صافي كتكون ارطابت معكم وانطاعت ورجعت مدلوكه، يعني كتبان في يدكم انها مدلوكه. هنا كنبغي نقول لاي وحده اول مره كتشوف القناه من هذا الفيديو، مرحبا بك اختي، اشترك معنا وانضم للعائله ديالنا بالاشتراك وتفعيل الجرس باش هكا يوصلوك جديد الفيديوهات، فيديوهات اللي زوينه اللي رائعه ومفيده ان شاء الله اللي جايه في المستقبل. انا عارفه بلا كلشي كيعرف يوجد السفنج، من باب المشاركه شاركت معكم الطريقه ديالي للمبتدئات وكذلك اللي كيبغي المقادير مضبوطه. هنا بالنسبه للمقادير، كاس ونص في 3 الكيسان ديال الماء. هذا الدقيق هذا ما كيتشربش، اذا كان الدقيق كيتشرب ممكن نضيفوا حتى شي 2 رشات او 2 معالق ديال الماء على كاس ونص. اذا كان ما كيتشربش بحال ديالي او اقل منه، فكاس وربع او كاس ونص غادي يكونوا كافيين في هذا الخليط. كنغطيو العجينه ديالنا بالبلاستيك الغذائي وكنخليوها. انا خليتها هنا مده كافيه حتى تضاعف الحجم ديالها اكثر من مرتين، يعني كيف كتشوفوا ما شاء الله. ومن بعد هنايا كنوريكم ديك النص ديال الكاس اللي بقى لي، بقى هو نيت من الصباح هو منزل تما، حيت ظنيت اني ما صورتوش في الاول، واخا انا كنت صورته. فنص كاس الماء بقى لي من الكاس الثاني. وهنايا غادي نحاول انني نخوي هاد العجينه من الهواء، ضروري بالمساعده هنا بالماء، كنساعد بيدي بالماء باش كنخوي شويه من هاد الغاز. ومن بعد غادي نستعان بالزيت، ضروري نستعانوا بالزيت. صافي خويتها من الغاز، غسلت يدي وجيت كنشعل الغاز اولا البوطه باش نطيب السفنج ديالي. بالنسبه للتطييب غادي نطيبوه في 2 مقالي، مقله اللي فيها كميه كثيره او زيت غزيره، ومقله اللي فيها كميه قليله ديال الزيت اللي كتنفخ فيها وكتشمع فيها السفنجه. اول حاجه غادي نعمل الزيت على درجه حراره متوسطه، يعني ما تكونش مجهده باش هكا ما يتخطفوش معنا. انا ما كنضيفش السكر ماشي غير باش ما يتخطفوش، وانما كيجيني ما كيعطي حتى شي ذوق او حتى شي افاده للسفنج، من غير انه اذا عملتيه في الزيت كيتحمر دغيا وكيبقى معجن من داخل. فما زعما ما كتجيني حتى شي ضروره اني نعمل السكر في السفنج. هنا العجينه اللي ديكازيت قبل ما نشعل على الزيت يسخن، كنجي ليها كنقطعها قطع صغيره الى متوسطه. انا هنايا عملت 9 أو 10 الحبات، الحجم ديالهم بين متوسط الى كبير، يعني ماشي السفنج صغير وكذلك ماشي كبير بزاف، يعني متوسط الى كبير. بهذه الطريقه كناخذوا 2 مقلات، المقله اللي فيها غير شويه ديال الزيت كنعملوا لها عافيه مهيله، وكنخليو السفنجه حتى كتنفخ وكتشد في راسها وما كتبقاش معجنه من فوق، يعني كتبان ان الحجم ديالها تضاعف وصافي شدت في راسها. كتكون العافيه مهيله باش ما تحمرش من تحت وهي بقى ما تنفختش، يعني كنعطيوها الوقت باش تنفخ بهذا الشكل اللي واضح امامكم في الصوره. ومن بعد كناخذوها وكنحطها في حمام زيت اولا في الزيت في المقلاه اللي فيها الزيت غزيره. هنايا التصوير شويه ما ساعفنيش، فبقيت كنبدل المقله يعني بقيت كنبدل المقلاة باش هكا يبان معكم، ولكن ماشي زعما ماشي شي حاجه اللي صعيبه، غير باش حيت الكاميرا ما كانش عندي كيفاش نعمل تشد لي 2 مقالي مره واحده. صافي هنايا من بعد ملي كنضيفوها في الزيت الغزيره، الزيت الغزيره ما خصهاش تكون عندها عافيه مهيله وانما عافيه متوسطه، ما نجهدوش عليها النار وكذلك يعني ما نخليوهاش مهيله بحال اللي كتكون في الاول. هنا كنوريكم ان اذا زديتو رشيتو عليه بالمعلقه الزيت كيزيد هذيك الفقاعات او هذيك النبايل اللي في السفنج كيزيدوا يرقاقوا. فانا ما كنصحكمش تقوموا بهذه العمليه الا اذا كان كيعجبكم السفنج اللي يكون منبل او ديك الفقاعات باينين بزاف فيه، فممكن تعملوها، كتبقى اختياريه. انا غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الحبات اللي عندي كاملين وديك الساعه ان شاء الله نشارك معكم الشكل النهائي. هنايا ما كنعملش السكر، كيتحمر واحد التحميره اللي زوينه، خصوصا ملي كنضيف ديك الطريقه ديال الكركم. قلت لكم كتعطيه واحد اللون اللي جميل بزاف وما كيجي طايب ولونه محمر، وكذلك من داخل اللبابه او الداخل ديال السفنج كيجي واحد اللون فيه اللي زوين بزاف، مايل اللون ديال العجينه د الفينو، يعني كيجي واحد اللون مزيون والاكيد كيجي ناشف هذا السفنج هذا.
يعني البابه من داخل كتجي ناشفه من الزيت، وكذلك ما كتجيش معجنه، كيجي مهوي ومثقب كيف ما واضح معكم في الصوره. انا ما كنغتنم الفرصه كل وحده طابت كنوري لكم كيفاش كتجي جا رائع جدا جدا هذا السفنج. فانصحكم انكم تجربوه وبشده، لا عذر بعد اليوم. مقادير مضبوطه وطريقه اللي واضحه، وشاركت معكم التفاصيل كامله. انا عارفه بلا كلشي كيعرف يعمل السفنج، وكاين اللي عزيز عليه يشري السفنج ديال برا. هذا فقط اقتراح للحادقات والمبتدئات اللي كيبغيو يوجدوا السفنج في دارهم، الناس اللي في المهجر اللي ما عندهمش وحدهم اللي كيبيع السفنج. فاعطيتكم الطريقه اللي كنعرف يعني كامله، ما خبعت عليكم حتى شي حاجه. اذا عجبكم الفيديو ولقيتوه يستحق واحد اللايك، خليو واحد اللايك هكا كتشجعوا الفيديو يوصل للمشتركين اللي في القناه. وكذلك خليونا كلمه طيبه في التعاليق، كنفرح بها بزاف بزاف، وكناخذ جميع النصائح ديالكم بعين الاعتبار. ماشي ديال دائما، لان الحاجه مقليه ما خصناش نكثروا منها، هذه حقيقه لابد منها، لابد نعترفوا بها. يعني سفنج غزال ورائع وجدوه، ولكن ماشي دائما. هاد الكميه كيف قلت لكم نقدر نخرجكم بين 9 حتى 10 د الحبات بهذا الحجم. كوتي ديال 3 ديال الناس، يا سلام يشيط الخير مع بريرة ديالتاي. هنايا نكون الفيديو ديالي سالا. نبغي نشكر اي وحده بقى معايا حتى لهاد الدقيقه من الفيديو، كنقول لك شكرا جزيلا على وقتك الذي لا يقدر بثمن، وعلى التشجيع ديالك، اللايك والاشتراك اللي كيفرحوني. ونتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو مقبل. خليتكم على خير، بسلام عليكم.